الماتش ده من ليالي الابطال اللي هي الفجر قوي، لان بشكل بسيط الماتش ده شهد على 7 اهداف من اللي هم ياخدوا قلبك دول، مانشستر سيتي وتوتنهام في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 2019. بس قبل ما نحكي ما تنساش تعمل لايك وفولو هنا وهناك عشان نستمر في المزيد ان شاء الله. في البدايات الاعلام الانجليزي وصف بيب جوارديولا بالفاشل، وده لان بقاله 4 سنين مع السيتي ومش عارف يطلع لنهائي الابطال، واللي كان مزود الطينه بله ان جوارديولا كان مبين لهم ان هو مهتم اكتر بالدوري ومركز عليه اكتر من دوري الابطال. وكان سبب طبعا اهتمام جوارديولا ده ان الليفر كان ماشي وراه في الدوري الخطوه بخطوه، النقطه بنقطتها، وفعلا السيتي في نهايه الدوري بيقدر يحسم الدوري بفرق بونت واحد عن الليفر اللي كان في المركز الثاني. المهم نرجع لموضوعنا. الماتش بيبدا وفي اول 3 دقايق وحتى على ملعب الاتحاد في مانشستر ستيرلينج بيسجل الاول، وده كان كفيل انه يخلي ملعب الاتحاد يولع، وده خلانا نقول ان السيتي ممكن يعملها ويكسر اللعنه، لكن الكوري الجنوبي بيرد على طول بدون تفاهم، ودي كانت بمثابه صدمه كبيره لبيب ورجالته. ما توقعوش ان توتنهام هيعمل عليهم رد الفعل السريع ده، لكن عما جوارديولا تدارك الموضوع كان الكوري المجنون جري وحط التاني، وبكده يكون شالب الموضوع 180 درجه وقلبوا بجحيم على جوارديولا وعصابته. لكن المره دي لعيبه السيتي تداركت انهم داخلين على جحيم منتظر، وساعتها كانت رد فعلهم بالتعادل عن طريق برناردو سيلفا. وهنا بتتقلب الحسابات للكل، لان الماتش عدى كل من هو متوقع. الكلام ده بيحصل واحنا لسه في اول 10 دقايق، وهنا الدنيا بدأت تهدى شوية وتاخد شوية من الواقع، لكن ده ما استمرش كتير، لان في الدقيقة 20 وبعد عرضية ارضية سريعة من دي بروين يقدر يوصل بيها ستيرلينج لجون توتنهام للمرة الثانية عشان يسجل الثالث. لعيبة الفريقين تحسسك ان ده ماتش بلاي ستيشن ما فيهوش مشاعر، كل واحد عايز يكسب بدون انكسار، وده كان واضح وباين، لان مع كل هدف بيسجل كل فرقة بتسعى انها لا تكبر النتيجة يا اما تقلص الفارق. وفي ظل المحاولات اللي من هنا واللي من هنا واللي اغلبها للسيتي، الكوري المجنون بيروح بكرة جديدة وبيحطها جنب القايم، وانا يعتبر الشوط الاول انتهى عشان نبدا الشوط الثاني. وفي اول دقيقه بيجي فاول لدي بروين، لكن بيسدده فوق عرضه لوريس بحاجه بسيطه، ومع استمرار ضغط السيتي الفظيع ده لوريس بيقدر ان هو ينقذ توتنهام من هدف من على خط المرمى، وبعدها دي بروين بيسدد عليه كره ثانيه لكن بيطلعها بطراطيف صوابعه. هنا توتنهام تداركوا ان مع دفاعهم المستمر ده حتما ولا بد السيتي هيسجل الرابع، عشان كده توتنهام بدا يهاجم السيتي ويمسك عليهم كوره، ولولا ادرسون كان توتنهام سجل الثالث وخلص الليله. لكن مع اول هجمه للسيتي بعد ضغط توتنهام ده اجويرو بيظهر زي الشبح وبيسجل الرابع، وبكده السيتي هو من يكون متاهل لنص النهائي عشان يقابل اياكس امستردام. توقعات الناس بعد جول اجويرو ما كانتش مختلفه عن بعضها، كانت معروفه ان السيتي هيحافظ على النتيجه او هيكبرها، والكلام ده استمر لحد اخر 20 دقيقه، لان توتنهام بيتعادلوا بعد ركنيه سريعه من الكارثه سون، وبكده الكلام ميزانه يتغير تاني، لان النتيجه دي هي اللي توصل توتنهام لنص النهائي. وبعد الهدف الثالث لتوتنهام كان في جحيم من السيتي على دفاع توتنهام بكل الاشكال، اذا كانت عرضيات او تسديدات او حتى مراوغات، وكله ابدى بالفشل. في الدقيقه 90 رحيم ستيرلينج بيهز ملعب الاتحاد بعد الهدف الخامس، لكن الحكم التركي بعد كلامه مع الفار بيلغي الهدف بداعي التسلل، وده كان كفيل انه يخلي جوارديولا في حاله ذهول وصدمه شديده، لان هنا ممكن نقول ان بنسبه 100% السيتي بره دوري الابطال، ورسميا توتنهام اتأهل لنص النهائي عشان يقابل اياكس امستردام. وهنا تنتهي مغامرة بيب جوارديولا وعصابته، لكن ده ما يخليناش اننا ننكر ان احنا اتفرجنا عن افضل مباراة من الممكن ان تكون من افضل 5 ماتشات في تاريخ دوري ابطال اوروبا اخر 20 سنة. وهنا ممكن نقول ان الفيديو انتهى. طبعا اتمنى تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت بسيط تقول لنا فيه عايز تتفرج عن ايه الفترة الجاية. سلام.